طيب مرحبا. هلا. هلا وغلا وكرتونة حلا محمد سليمان من وين حضرتك يا خالو؟ من مصر. من مصر. حي الله المصر والله. انت منين؟ ابو عادل. م- حبيبي. كنت عايز اسالك سؤال واحنا في الجوله كده. تفضل. انت من سوريا صح؟ نعم. حبيبي ايه اسألني السؤال، قل لي ايش بدك تسألني؟ ايه السعاده بالنسبه لك؟ السعادة انا بالنسبه لك. بالنسبة لي إلي يعني اكون سعيد بالنسبه لك، ايوه السعاده بالنسبه لك ايه في هي؟ الحياة الشخصية. في الحياه. الحياة الشخصية يكون عندي حياة كريمة، اولادي بنت وصبي عندي الله يخلي لك اولادك يعيشوا احلى المعيشة، يروحوا احلى اه. مدارس. مثلا احتاجوا شيء يقولوا لي يا بابا انا محتاج هالاكله، اقدر اجيب لهم هالشيء هذا، انا مو اقول لهم لا وما معي. مم. فهمت علي؟ الشغله الثانيه يكون عندي مثلا عمل، مو اشتغل عند الناس، مو اشتغل عامل يذلوني، اشتغل كعمل الي كشخصي. مم. اشتغل مثلا اجني اعمل، انا مخي الكتروني، انا وقت بشتغل. مم. ودي اعتقد ان هي احلام بسيطه جدا وسهر ومن السهوله جدا اللي انت تقدر تحقق. والله صعب جدا لاني حظي وبعرفه لا 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 صعب. لا، هي مش هقول لك بقى على ابو عادل، هي مش مسألة حظوظ والله، هي عايزة إرادة بس، وتكون حاطط خطوات للنجاح اللي انت تقدر تنجح فيه. هو ربك كريم، العلم عند الله، ايمت الله يوصل منا ما حدا بيعرف، بس سبحان الله يعني انا من 2012 متهجر من بلدي بيرك في بلد غير بلد. ان انت ممكن مش في البلد حاليا. انا مش بالبلد من 2012 برات البلد. برات البلد. ايوه. مم. فلذلك في صعوبات ياما بتواجه. هي شوف الصعوبات اللي انا عايشها بالوقت الحالي، الصعوبات هي ما بدي احكي شيء ما يصير لي مشاكل. البلد اللي انا بيرك فيها عنصرية 100%. والله. 100% يعني تجرد انه سوري وعربي مشكلة، يعني أنا يهودي أقول لهم أنا يهودي أحسن ما أقول سوري من ده الآخر. حقيقة، ده حقيقة. والله العظيم يا والله مشكلة صعبة يا أخي الكريم. يعني اليوم أنا بتمنى من رب العالمين، وثم بتمنى من الله يهيئ لي ابن حلال يقول لي هي فيزا وعندك بالعمل. اتمنى ان سوريا ترجع زي الاول، وانكم ترجعوا صحيح. لارضكم تاني. والله يا ريت. والله شوف والله مفارق أهلي نعمة مفارق الوطن ما فيش أولادي. أكبر منها، نعمة الوطن ما فيش أكبر منها. أكيد طبعا، بس المشكلة مو بإيدي، نحن وطننا راح خلاص، الله يردنا لبلادنا سالمين آمنين. نحن المشكلة عنا يعني حرب داخل البلد، عنا حزبين، هذا الحزب وهذا حزب، ونحن لكنا قتل اللي بالنص، تدمرنا، راحت بيوتنا، راحت أموالنا، انتهكنا، يعني نحن صرنا بيئة تقريبا. مم. فهمت علي؟ فاهم ايه فاهم ربك كل حاجة اللي بتقولها. الله كريم. يعني البلد اللي انا بارك فيه عدم مؤاخذة، انا بتمنى اطلع لبلد عربية، بس ما في اليوم اطلع لبلد عربية، اليوم ما في حدا، اليوم عدم مؤاخذة بدك فيزا، بدك اذن عمل، بدك حدا يسحبك لعنده. فاهم مم. الفكرة؟ فهمت. ولا انا بتمنى ولا اطلع مصر، اطلع السعودية، اطلع اي بلد عربية او اي بلد اجنبية. بس المشكلة انا يعني عاوز من كلمة انا ربك هيك يصمني، الحمد لله رب العالمين، ما لا اعتراض على. ربنا يردكم يا رب لبلادكم سالمين آمين. غانمين يا رب، ويرجع أهل سوريا يا رب دايما لبلادهم كده، الله يبارك وتعود فيك. سوريا يا رب بلد قوية العب. وأمن العب وسلام. حبيتك يا محمد يا سليم ولا تشوفني هيك عم بضحك، والله العظيم عم بضحك، مو من داخلي، بس هيك سبحان الله يعني، مو من داخلي، بس الحمد لله رب العالمين ما بطلع شيء جديد. والله هي يعني اقول ايه، بس هي احلام بسيطة جدا، وان شاء الله يا عم تحققها واولادك يحققوها يا عم ان شاء الله. والله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. ضرب 400 دولار امريكي بالشهر كله، 400 دولار اه. امريكي. انا ايجار بيتي، جاي كهرباء انترنت
عادات نظافه هون بدفع، انا حتى الوسخ اللي دا كبه بدفع مصرات عليه. والله والله العظيم يعني وينك، بس بجي اخر المبلغ الشهر، كبير. بجي اخر الشهر ما عندي. الله كيس يرزقك الوسخ، من وسع كيس يا رب. الوسخ مع احترامي لك، كيس الزباله اللي راح اكبه بدفع عليه فلوس. تخيل يعني. بقى فوق اللي من زل وينك يعني بدك تتحمل اني بلد ما هي بلدك، بلد غريبه، بيرك عم بتحمل. انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، يعني صابرين. ربنا يا رب يردكم لبلادكم يا رب سالمين غانمين ويرجعكم كنا امين يا رب. لحضن بلادكم تاني يا رب. كنا اللهم امين اسياد يا رب. في بلدنا، كنا اسياد في بلدنا، وكان نحن نكرم الناس ونحن نكرم العالم. لك كانت وان سوريا شاء وينك. الله هترجعوا اسياد برضه. ان شاء الله، بس مستحيل، هذا حلم ابليس في الجنه. ليه بتقول كده يا واد؟ ليه بتقول مستحيل. كده؟ ليه بتقول كده؟ ما اذا زال كنت في انت، انا عايز رجوله اقول لك على حاجه، قاومه. انا عايز انت انا شاب انا هو. ابن البلد، انا انا ابن عايز اقول البلد لك وانا يا ابو بلدي. عادل، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده اسمعني. شو تفضل. انت مناجي، الله يرجع، اللهم امين يا رب. انت دلوقتي كشاب بتقول كده، طب بتسمع ابنك، انت بتديله إيحاء. ممكن انت جيلك ما يقدرش يوصل للي هم كده، بس طيب ابنك اعطيك، يقدر اعطيك يوصل فكره، لكده لو انت اعطيك حطيت له فكره. شوف، اه. اللهم صل على سيدنا محمد، انا راح انما اعطيك انت، فكره. انما انا عايز اقول لك على حاجه. تفضل. ازاي انت مستسلم خالص وفي عز شبابك، ومستسلم خالص، يبقى انت مش هتعمله شيء. طيب اوكي، انت ما اذا قلت كان حال لي. الشباب بنفس الطريقه اللي انت بتقول عليها كده، يبقى انت مش هترجع سوريا بقى شوف، لشعبها. لان انت كده بتدي طاقه سلبيه لطفلك ذات نفسه، بلاش انت. انما اما لا تبتدي تقول لا احنا قادرين ان احنا نرجع، اكيد، ابنك اما اكيد، يسمعك اكيد. اكيد. اكيد هذا الكلام، هذا الكلام اكيد. بس شوف، انا عاوز من كلمه انا طلعت من سوريا، طلعت من سوريا وعيت. انا وعيت على سوريا، وعيت على حرب. اول شغله، لا درست، لا تعلمت ببلدي. انا طلعت على وجه الدنيا وشفت الحرب، شفت العالم، شفت الناس عم تتدمر، شفت الدمار، شفت الخراب. ما شفت بلدي، ما شفت خلقي وعلامي، ما شفت قرايبيني، ما شفت البلد اللي انا خلقت فيها وولدت فيها بلد. لاني انا وعيت على حرب. متى يعني يئست من الحياة كلها. لا درست في مدرسة، لا تعلمت في معهد، لا يعني حياتي صارت خلص انه حرب حرب حرب. انه انا وعيت عن البلد، هي بلد حرب. عرفت علي؟ من 2010 عم ناكل حرب، عم ناكل قتل من 2010. ما فيش اي فرصه للتنميه، ولا في فرصه لاي شيء خالص، صح؟ بس انا بعطيك فكرة، انا وعيت كبرت على، طلعت على هالدنيا، طلعت على حرب، شفت الحرب. مم. عرفت يعني؟ ما وعيت والله عدم مؤاخذة أبوي عنده سيارة، ما وعيت عدم مؤاخذة أبوي عنده معمل، ما وعيت عنده شركة. وعيت خلص على حرب. شفت الجثث، شفت الضرب، شفت القتل، شفت الناس شلون عم تتعذب. خلص يئست من الحياة. يعني شفت حياة إنه خلص فاضي. يا روح ما بعدك روح. فاهم علي أخي الكريم؟ بس والله نحن يا كشعب رب عربي، يا رب. نحن بالألفين، نحن اللهم صل على سيدنا محمد. نحن من 1000 من 1800 1900 كانت بلدنا حضارة. نحن أم الحضارة. نحن قد ما يعني نحن نجيب العرب. لبنان صار عندها حرب، جبناها على سوريا. فلسطين صار عندها حصار، جبناهم على سوريا. شوف الألم، أنا بتألم، أنا بتوجع كأني عربي. أنا بتألم. العراق صارت عليها حرب، اجوا 5 مليون عراقي بركوا عنا في سوريا. كل العالم استقبلت سوريا استقبلت كل العالم. واد سوريا صار فيها حرب، واد سوريا صار فيها ألم. والله ثم والله ثم والله، قسما بالله العظيم، 3/4 الكرة الأرضية بتكره شعب السوري. أقسم بالله. ليه بتقول كده؟ لأني بس شفت الناس. والله المصريين، والله انتوا في قلوبنا، والله انتوا اقسم في بالله قلوبنا. مو كانك مصري. شيل المصري، والله العظيم. ايش بتقول لي مصري؟ بقول لك بحطك على راسي. مصر يا اخي، اقسم بالله مصر. والله شفت مقطع فيديو على الفيسبوك. البلديه عندكم
البلديه عندكم في سوق جمعه، في سوق بيبيعوا فيه، اه بقى في البلديه بتشيل البضاعه. في حرمه مصريه بتقول له سيب السوري، سيب السوري، هذا سوري، سيب السوري، لا تاخذوا له شيء. اه. والله، والله ثم والله فرحت من قلبي. وهي مصريه وعم بتقول له للضابط انه هذا سوري، سيب السوري، سيب السوري. وانتوا لا في تاخذوا القلوب والله العظيم، السوري، والله والله ما العظيم. بداخلي. اليوم عدم مؤاخذه، اليوم انا فارق في بلد عم بنزل فيها وبنهان فيها. والله عم بفضفض اقسم بالله من حرقة قلبي. شوف لبنان، لك لبنان يا اخي، لبنان هي دولة عربية بتنعد، عم بتقلع السوري، لك السوري. شوف اكتب على الانترنت، اكتب من كذا سنة انت بارك في لبنان واعطوك جنسية سورية واعطوك اقامة سورية، وقت صارت السوري عليه حرب رحت تقلع السوري من بلدك. ايش سوى لك؟ لاني عم بشتغل، لاني عم بسوي انتاج، لاني عم بسوي لك حضارة لبلدك السوري؟ فكر يعني لوين. عندكم في مصر ما في مطاعم، ما في معامل، ما في شركات سورية؟ ملان. مليانه. انا كشخص تمام، قل لي اصنع اي شيء بسيط، هلا بصنع لك اياه على اللايف المباشر. بس يئست من الحياة، يئست يعني خلاص، يئست يا اخي. لا لا لا، بس يا ابو عادل ما تديش طاقه. انت بص، اذا كنت انت كشاب، انت شاب، ما تديش الطاقه السلبيه ديت لنفسك. والله حاول بقدر الامكان تدور على الافضل لك والافضل لاولادك. حتى لو كنت في بلد غريبه، اصنع المستحيل، اوجد الفرصه. الله ان كريم شاء يعني الله ان شاء الله والله. ربنا يا رب يفرش عليك وترجعوا لبلادكم يا رب، وتنوروا الدنيا تاني وتعودوا اقوى امين، واحسن من ما كان يا رب. امين. والله حبيتك يا محمد، اقسم براس امي حبيتك، براس حماتي. حبيبي يا ابو عادل. الله كريم. الله كريم يا ابو يا عادل. بس نصيحة، يعني مش نصيحة، خد يعني كلمة خوية مني كأخ يعني. ما تديش لنفسك اليأس. حاول اللي انت دايما على طول تدور للأفضل. اخلق لنفسك الفرصة. ما تديش الكلمة ديت لابنك، ما تورثهاش لابنك. الكلمة اللي انت بتقولها ديت لا، واليأس ده لا، ما تورثوش لابنك وما تقولوش قدام. لا، حتى قدامه لا، احنا قادرين اللي احنا نرجع. يمكن انت ما تقدرش بس هو يقدر، يمكن ابنك يصنع شيء. الله اعلم. انت تعرف اللي في العلم الغيب ايه؟ لا، انت تعرف بكره، انت تعرف بكره في ايه، بعده في ايه؟ لا. ما حدش يعرف. فانتظر من ربنا كل جميل وكل خير وكل محبة وكل مودة وكل شيء كويس هتقابله في حياتك. وحط اكيد. واعمل وقدم اللي تقدر تقدمه، قدمه. وانتظر من ربنا كل شوف هذا خير. الكلام، هذا الكلام ما حدا حكاه معي قبل. هذا الكلام اللي لا عم تقول لي انت ما حدا حكاه، لاني ما وعوني، ما حدا قال لي انه يابا يا محمود يا كذا يا ابني يا لا اخوي. لا، ما تديش لنفسك طاقة. اوعى تسمح لأي إنسان إن هو يديلك طاقة سلبية في حياتك. اصنع المستحيل. انت اللي في ايديك تصنع نفسك، وتوكل على ربنا. اسمع اللي انا والله بقول لك عليه كلامك، والله. اقسم بالله كلامك 100%، توكل لاني ما على حدا. ربنا سبحانه وتعالى، وادي لنفسك طاقة إيجابية كده هو. وتوكل واعتمد على ربنا، وما تسيبش أي إنسان مهما كنت في البيت. واصنع زي غيرك صنع الظروف كان أصعب من اللي أنت فيه، وصنع ظرف وبقى حاجة أحسن من كده، وتثبت وتقدر تثبت وجودك. ما تديش لنفسك طاقة سلبية وتستسلم. لا، ابعد الاستسلام ده تمام. انهيه. قطعه بأسنانك كده. شوف هذا وخليك الكلام أقوى اسمعه، من ما حدا الكلام اجى ده. ما حدا قبل لا، فتره قال لي انه هيك اسمع سوي الكلام اللي هيك. بقوله لك. سيبك، لا بيصدر لك طاقة سلبية، إنما أنت قادر. أنت قادر. بس حاول أنت تشوف أنت ما إيه المهارات اللي تقدر تصنعها، إيه الحاجة اللي أنت مش عيب العمل، مش عيب أي شيء. شوف اخلق لنفسك فرصة في أي شيء، وإن شاء الله توصل طالما متوكل على ربنا وبتاكل بالحلال اكيد، ونوي خير. ربنا هيوقف لك ولاد الحلال. اكيد، اكيد. بس المشكله البلد اللي انا فيها صعب جدا الامر هذا. حاول. إن شاء الله العربي مش هيغلب في حاجة. ومش هيغلب، ومش هيغلب ابد، انه الامل في الله طبعا وحيد. نفسك. حاول، نعم. اوعى. اوعى. يلا واشوفك على خير. حبيبي يا محمد، الله يسعدك، والله اتشرفت حبيتك بالله، اقسم بمعرفتك، بالله. وانت فوق دماغنا والله العظيم. الله يسعد لي اياك، واقسم بالله انه حبيتك في الله ورب الكعبه. حبك الله الذي احببتني فيه، حبك واشوفك على الله خير. يبارك.